السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل، وما تنسونيش اخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. الممثل المغربي طارق البخاري يلجأ إلى القضاء، فخليكم معايا اخوتي باش تعرفوا على التفاصيل وتسمعوا شنو نزل على الحساب ديالو عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. الفنان المغربي طارق البخاري كيهدد مروجي الاشاعات حول الخلاف اللي عنده مع الفنان المغربي محمد الجم. فكيف ما شفتوا اخوتي في الفيديو اللي كنت نزلت لكم قبل على محمد الجم وطارق البخاري، شفنا بلي طارق البخاري كيطلب السماحه من محمد الجم، لكن محمد الجم ما بغاش يسمح ليه نهائيا. وقال داك السيد اللي مشرف على داك الحفل قال ليه ياك قلت لك باللي الا كان طارق البخاري ومحمد الخياري ما غاديش نجي. فهذا الفيديو خلق ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي، وبقاو الناس كيقولوا اللي غلب يعف. كان على محمد الجم انه يسمح ليه مادام جا عنده وطلب منه السماحه خاصو يسمح ليه. فانتشر خبر في مواقع التواصل الاجتماعي كيقولوا باللي ماشي غير جيو يسمح ليه، هو اللي عارف علاش ما بغاش يسمح ليه واشنو دار ليه. القضيه فيها ملايين صحاح، اللي باع فيها الدار والطوموبيل ودخل المستشفى مسكين جاه السكر. فهذا الخبر خلق ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي، وكلشي بارطاج هذا الخبر اللي كيقولوا باللي محمد الخياري وطارق البخاري كانوا السبب باش وقع هذا الشيء كامل لمحمد الجم. فطارق البخاري من بعد ما شاف هذا الخبر اللي كيتراوج في مواقع التواصل الاجتماعي خرج على الصمت ديالو ونزل ستوري على الحساب ديالو عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام اللي كيقول فيه: لطالما حاولت أن أنأى بنفسي عن صغائر الأمور وترهات البشر ممن يعشش البؤس في أرواحهم، فما بالك إذا كان قدري تقاسم الهواء نفسه مع شرذمة ممن يحسبون أنفسهم على الفنانين والمؤثرين. إنه التسول الإلكتروني الذي وجد لنفسه مساحة في فضاءات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يهون على البعض الطعن في شرف الآخرين بلا دليل أو برهان في سبيل تحصيل دريهمات الأدسنس. لكن يبدو أن التجاهل لم يعد كافيا، بما أن عدد المتهافتين على أعراض الناس قد ازداد، مما منحهم جرأة أكبر للافتراء على الآخرين زورا وبهتانا. هنا والآن فقط سيكون القضاء الفيصل بيننا، حتى يدرك هؤلاء عاقبة القذف والتشهير وإشاعة الأخبار الزائفة على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي. فمن يمتلك الجرأة لتلفيق التهم لا بأس أن يمتلك الجرأة نفسها لتحمل عواقبها أيضا. فكيف ما سمعتوا اخوتي باللي طارق البخاري غادي يلجأ للقضاء وغادي يدعي اي واحد خرج اخبار زائفه بخصوص المشكل اللي عنده مع محمد الجم وانهم منصبوا عليه في شي 80 مليون. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يهدم الخلق والله يصفي الخواطر بيناتهم. فكنتظر اخوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.